ولكن هو مش موجود للتأمين، هو موجود بيتكلم في أشياء أخرى كتيرة، قدامه ورق تاني غير الورق اللي احنا بنشوفه. وزير الداخلية بيشوف ورق تاني، يعني بيبقى عنده ورق تاني. فايه اللي يتعمل من هنا ليوم السبت؟ من هنا ليوم السبت لازم حضراتكم فكرة انتظار الحاجة. يعني احنا قاعدين اهو مستنيين بقى يوم 25 يناير نشوف هيحصل ايه. فيوم الاثنين يقول لك ايه، احنا قاعدين بقى اهو النهارده الاثنين مستنيين نشوف هيحصل ايه. يوم الثلاث احنا قاعدين بقى النهارده الثلاثه هنشوف مستنيين هيحصل ايه. المبادره اللي عملتها الوزاره كانت شيء كويس جدا. والحمد لله ان في البرنامج ده يوم الاربعاء احنا اللي طالبنا بالكلام ده، ابتدي يتكلم ابتدي يشوف، فابتدى يبقى فيه بعض الشباب اللي عندهم غضب وبتاع يبتدوا ياخدوا ويدوا. احنا عندنا مشكله مثلا من الحاجات اللي مش ذكيه، وانا مش عايز استخدم الكلمه الثانيه. النهارده تصريح قال لك ايه؟ قال لك انه رئيس الوزراء قال لطاهر ابو زيد، قال له بس سيب لي موضوع النادي الاهلي ده لغايه بعد 25 يناير. في حد يقول كده؟ يعني احنا بنضحك عليهم عشان الالتراس الاهلاوي ما ينزلش معاهم يوم 5. انا بفسر لكم الكلام، وانا بقول لحضراتكم الكلام ده للكبار فقط، لبس مشاهدي القاهره اليوم. حد يقول كده؟ انا بس مسهيهم ومستني بس يا طاهر. فطاهر قعد وطلع، فيبدو ان طاهر وزع حد قال له لا 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 خد بالك انا قاعد لغايه اما 25 يناير وهنخلص على دول كلهم. طب وبعدين؟ طب انا دلوقتي اثق فيك ازاي؟ انا اتعامل معاك ازاي؟ انت عايز تعدي الحكايه؟ يعني اقصد ايه؟ ان المسائل ساذجه بدرجه غير عاديه.